نيجي بقى للعلاقات السامة، اللي هي دايمًا بتأذينا، اللي هي دلوقتي بقت اللي هي دلوقتي شغالة بقت دلوقتي منتشرة ترند دلوقتي العلاقات هي السامة ده العلاقات الحقيقة. السامة دي، آه. إحنا دايمًا بنختار وبعدين نكتشف إن العلاقة دي علاقة سامة، طب إمتى أقول أنا عايزة أهرب؟ أول ما العلاقة دي ألاقيها بتؤذيني، أول ما العلاقة دي تكون بتضايقني أكتر ما بتفرحني، بتؤذيني من أنهي ناحية؟ يعني بتؤذيني نفسيًا؟ نفسيًا، آه، حد طول الوقت مضايقني الموضوع، أول ما تكون بتضايقني مش بتفرّحني، أول ما أكون كتير أوي باقع في أزمات ومشكلات بسبب العلاقة دي، أول ما أكون حد بيقفل على نفسه ويقعد يقول أكمّل والّا ما أكمّلش، طالما قُلت أكمّل وما أكمّلش ما تكمّلش، أنا باتكلّم على الخطوبة مش آه، باتكلّم على الزواج، طالما قُلت باكمّل والّا ما أكمّلش يبقى أنت وصلت لمرحلة عدم التأكد، الطرف الآخر وصّلها لك يبقى ما تكمّلش، فطول ما أنا بادخل في علاقات فيها أزمات، فيها مشكلات، ما بتريحنيش، بتؤذيني، بتضايقني، كده أنا في علاقة نقدر نقول عليها علاقة غير صحية أو علاقة سامة. أعمل إيه مع العلاقة غير الصحية؟ إمم، طول ما أنا في فترة الخطوبة وقّف العلاقة وما تكمّلش فيها. طب لو في زواج؟ خلاص بقى الزواج بنشوف بقى الحالة عاملة إزاي، في أولاد نقدر تعيش لوحدنا، طب لحد فين، بتؤذيني لحد إيه، الأذية نفسية والّا فيها إمم. أبعاد؟ يعني هنا بقى كل حالة يعني تُقدّر بالحالة نفسها.